أخيرا تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بعد 15 شهر من الحرب هناك. أنا عارفة إن أنت نسيت الموضوع ده خالص، بس يعني كانت الحرب لسه شغالة. طيب إيه هي بنود وقف إطلاق النار اللي أخدت كل الوقت ده؟ الاتفاق عبارة عن 3 مراحل. المرحلة الأولى هيحصل فيها إيه؟ وقف إطلاق النار، إطلاق سراح 33 رهينة من اللي أخدوها حماس يوم 7 أكتوبر، وفي المقابل إسرائيل هتطلع من السجون الإسرائيلية 1000 سجين. إسرائيل هتنسحب من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، تسهيل دخول المساعدات، عودة النازحين داخليا لديارهم، طبعا بعد تفتيش وإشراف إسرائيلي، دي طبعا مشكوك فيها لأن احنا شفناهم قبل كده والناس راجعة بيوتهم بيصوبوا عليهم وبيقتلوهم. والمرحلة الأولى دي هتستمر 6 أسابيع 42 يوم. طب وبالنسبة لمحور فيلادلفيا اللي يخصنا، إسرائيل هتنسحب تدريجيا من محور فيلادلفيا، هتكمل انسحابها بشكل كامل بعد 50 يوم من الاتفاق، ومعبر رفح المفروض كمان هيتفتح لاستقبال الحالات الحرجة. طيب وبالنسبة للمرحلة الثانية والثالثة، المرحلة الثانية لو كله مشي تمام هتبقى إطلاق سراح مزيد من الرهائن، طبعا تبادل الأسرى، والتفاوض لإنهاء دائم للحرب. هو ده اللي احنا كلنا مستنيينه، مش وقف مؤقت لإطلاق النار. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة فهي مرحلة إعادة إعمار غزة، ودي هتستغرق سنين وسنين وسنين، وده كله في حال إن المرحلة الأولى مشيت بسلام. ربنا يكملها على خير ونشوف وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء للحرب في غزة، لأن بجد الحرب اللي حصلت دي أبشع ما شفنا في التاريخ الحديث ظل صمت العالم كله. إمتى هنبدأ تطبيق وقف إطلاق النار؟ يوم الأحد الجاي إن شاء الله. هل إسرائيل بعد التوصل امبارح لوقف إطلاق النار بطلت ضرب في الفلسطينيين وفي غزة؟ أبدا، زودت الضرب، وامبارح بالليل بعد الاتفاق ضربوا أماكن كتير في غزة وشنوا غارات راح ضحيتها أكتر من 40 فلسطيني، وهيكملوا في سياسة الأرض المحروقة حد ثواني قبل تطبيق وقف إطلاق النار، لأن هي دي إسرائيل. ساعتها هيكون اللي مات مات واللي اتحرق اتحرق واللي اتدمر اتدمر، ونبدأ بقى نتكلم من بعد الاتفاق.